السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اتمنى دايما تكونوا بخير. صباح الخير عليكم، مساء النور حسب التوقيت اللي تسمع فيه الفيديو دلوقتي. النهارده شرح اتطلب مني فما رضيتش ازعل يعني اللي طلبه وقلت انزله. تمام. الشرح النهارده متقدم شوية عن مكتبة الريكوست، وهنشوف ازاي نتعامل مع الريكوستات الصعبة. فانا دلوقتي هجرب على موقع اورنج. تمام. فزي ما انتم شايفين كده انا هخش على موقع اورنج عادي جدا، وهبتدي اسحب تسجيل الدخول ونشوف ازاي هننفذه بالريكوست. تمام. واحدة واحدة مع بعضينا. أنا طبعا ما حضرتش للفيديو ده، الله أعلم الفيديو هينجح ولا لأ، بس خلينا مع بعض وادينا هنشوف. تمام. زي ما أنت شايف كده أنا فتحت الموقع ده، فالموقع بما إني فتحته فأنا هحتاجه. طبعا أنت ممكن ما تحتاجوش، بس أنا متأكد إن ماي أورنج هيكون طالب كوكيز وحاجات زي كده. فطالما هيبقى فيه كوكيز وحاجات هتحتاج تجيبها، فأنت لازم تاخد أول لينك أنت فتحته ده، أو أول لينك أنت دوست عليه، وتيجي تعمل له ريكوست جيت عادي جدا من غير هيدر من غير اي حاجه. يعني ممكن ما يطلبش هيدر، مش محتاج ان انت تحط هيدر. تمام. خلينا اول حاجه انا هعمل ايه. اول حاجه هعمل امبورت لمكتبه الريكوست، وكلنا عارفين طبعا هي مكتبه الريكوست. تمام. آه اللي طبعا لو انت شغال على الموبايل تقدر تسطبها، واتكلمت على الحوار ده قبل كده من بايدر 3. الثلاث شرط اللي فوق وتدوس على انستول بايب، وتكتب كلمه ريكويستس هتسطب معاك المكتبه. ده لو انت شغال من على الموبايل. لو شغال من على الكمبيوتر انت طبعا مش محتاج، يعني مش محتاج تنصبها. لان الكمبيوتر هيتعرف لوحده. هتلاقي علامه حمراء هنا كده، بمجرد ما تقف عليها هيقول لك سطبها. طب لو ما ظهرش معاك كده، هتيجي على التيرمينال، تفتح التيرمينال بتاع البي سي، سواء كان التيرمينال ده او التيرمينال ده، اي تيرمينال فيهم، وتكتب بايب انستول ريكويستس. تمام. اسم المكتبه اللي انت عايزها. تمام. سواء هنا او هنا هتسطب معاك عادي جدا. كده بما انك سطبت، انا بالنسبه لي طالما في ريكوست صعب او ريكوست محتاج كذا ريكوست في بعض، فانا بستخدم حاجه اسمها سيشن. تمام. السيشن ديت بتخلي لي الريكوست ينفذ كل الريكوستات اللي هعملها في نفس الجلسه. يعني ما يطلعش، يعني ما يخرجش في جلسه بره. يعني مش كل مره ينفذ ريكوست من جديد من اول وجديد خالص، لا. يعتبر زي ايه، بنفس الكوكيز. هي مش نفس الكوكيز بس يعني نفس الفكره كده. اللي هو مثلا عندي اول حاجه بخش على كذا، وبعد كده بخش على كذا، وبعد كده بخش على كذا. لازم التسلسل بنفس الريكوست، الثلاثه بنفس الريكوست. فانا طالما هعمل اكتر من حاجه او حاجه صعبه، فانا بفضل ان انت تستخدم السيشن بتاع الريكوستس. تمام. انا عموما بستخدمها على طول، دي افضل معايا. زي ما انت شايف كده بكتب السطر ده كده، انا بستخدم السيشن بتاع الريكوست وحاططها في متغير اللي هو ار. طبعا مش محتاج اتكلم عن المتغيرات والكلام ده لان انا شرحتها قبل كده. طيب بعد كده انا هعمل ايه؟ زي ما اتفقنا هعمل اول حاجه ريكوست للجيت. فمثلا هسميه ريس جيت مثلا، اي متغير اي حاجه انت تكتبها. وبعد كده هنقول الار دوت. هنا بقى مش هكتب ريكوست دوت، لا مش هكتب ريكوست دوت كذا، لا انا هكتب الار دوت. الار ديت اللي هي ايه؟ اللي هي السيشن اللي هنا بقى. فانا كده هشتغل على السيشن مش هشتغل على الريكوست. تمام. هروح جاي دوت، انا هعمل هنا ريكوست ايه؟ ريكوست جيت. زي ما انت شايف كده الريكوست جيت بتحتاج منك اليو ار ال. ايه اليو ار ال اللي عندك؟ اللي احنا خدناه من هناك، اللي هو اليو ار ال اللي احنا اول يو ار ال فتحناه اللي هو ده. تمام اهو. عادي جدا. واروح جاي كده عامل مثلا برنت للريسبونس للريس دوت تكست. خلينا نشوف الريكوست ده هيتنفذ فعلا ولا ايه اللي هيحصل معانا. نجرب نرن. بص الحوار سهل خالص اهو. دي كده الجزء اللي انت تحتاج تكتبه بايدك، الباقي كله هنعتبر هنشتغله جاهز، هنجيبه جاهز. تمام. زي ما انت شايف كده ده الريسبونس اهوت. الريسبونس ده، طب انا مش فاهم حاجه من الريسبونس ده، عايز اعرف الريسبونس ده بيقول لي مثلا خطا، بيقول لي ريسبونس كبير وانا مش هقدر ابص. اعمل ايه؟ بص يا صاحبي، هتروح جاي واخد الريسبونس كوبي كله كده. تمام اهو. خدته كوبي، واطلع مثلا بره اعمل اي ملف جديد، نيو تكست مثلا اهو. اي ملف عادي من على الموبايل تكريته، وتروح حاطط فيه بيست للريسبونس اللي ظهر معاك. وتحفظ اهو. كلام جميل. وتروح قافل، وتيجي هنا كده تغير بس الدوت تكست الاكستنشن بتاعته، تخليها دوت اتش تي ام ال. زي ما انت شايف كده اتغير معانا للشكل ده. هتفتحه باي برنامج بيفتح معاك اتش تي ام ال. جوجل كروم بيدعم الاتش تي ام ال عادي. لو جيت فتحته بجوجل كروم هنشوف ايه اللي هيحصل معانا. زي ما انت شايف هو هنا بيحمل. هو كده في تقريبا سكريبتات جافا سكريبت مش محمله معانا، فخلينا نجرب تاني.
هو المفروض هيفتح معاك صفحه زي ديت بالظبط. لو فتح معاك صفحه زي ديت يبقى هو كده انت فعلا ايه اكنك فتحت اليو ار ال ده وكده مفيش اي مشكله. طب انا ليه عملت كده؟ عشان اتاكد لو في مشكله او في ايرور او في حاجه كلاود فلير مثلا منعك اللي انت تخش على اللينك اللي هو ده. تمام، هيظهر لك هنا ساعتها يقول لك ان الكلاود فير مش عارف جاب لك مشكله يعني. فزي ما انت شايف كده هنا مفيش كلاود فير ومفيش اي مشكله ظهرت لي، يعتبر بيحمل اهوت زي ما انت شايف اهو. بدأ يحمل. طبعا هو مش جايب الصور ومش جايب الديزاين بشكل كويس، بس هو فتح معانا الحاجه اللي احنا عايزينها اللي هو مكان الموبايل ومكان الباسورد اهو، تقدر تكتبهم هنا وهنا. بس طبعا دي مش صفحه على النت، يعني دي مش صفحه على النت، دي كده صفحه اوف لاين عاديه جدا مش تقدر تعمل فيها اي حاجه. تمام. فطبعا خلينا اقفل، مش محتاج ان انا اكمل كده. انا اتاكدت ان ايه ان الريسبونس بتاعي في اول حاجه ماشي تمام، وكده اقدر اجيب الداتا اللي انا عايزها. طيب قبل ما ابتدي اسحب بقى ريكوست تسجيل الدخول، لا انا المفروض هعمل ايه؟ هبتدي اجي اشوف كده، اشوف الكوكيز، يعني بدل التكست اشوف الكوكيز. تمام، الكوكيز. خلينا بقى نشيل التكست ديت ونشوف هنحتاج منها ايه. زي ما انت شايف كده الكوكيز هنا جاب لي شويه حاجات محترمه. اول حاجه في الكوكيز جابها لي هي حاجه اسمها ASP.NET سيشن اي دي. ده كده السيشن بتاع الاي اس بي دوت نت. تمام، للموقع اللي هو orange.eg. فطبعا ده ممكن نحتاجه بعد كده، فبما اني ممكن احتاجه بعد كده فانا ممكن اطلعه بره، اسميه مثلا ASP.NET سيشن اي دي equal rest.cookies. كده انا بقول له الكوكيز هات لي منها. تمام، هتجيب لي منها ايه؟ اللي هو ده. تمام، ونبرنته برضه عشان نشوف شغال ولا مش شغال. طيب تاني حاجه ايه عندنا؟ تاني حاجه عندنا حاجه اسمها TS01. ده متغير، هل ممكن نحتاجه؟ ممكن نحتاجه. لو ما احتاجتوش ممكن تبقى تشيله بعد كده، بس انا ممكن احتاجه فهطلعه برضه بره اهو. نفس الحوار، هاجي اقول له طلع لي المتغير اللي هو ده. في عندك متغيرات تاني، في عندك متغير كمان اللي هو ده. تمام، خلينا هي بس نغير الاسم. طبعا انا مش محتاج اشرح يعني اللي انا بقوله ده، لان الحوار اعتقد ان هو مفهوم. خلينا برضو نراجع عليه مراجعه سريعه. هنا انا طبعا عندي المتغير اللي شايل الريسبونس ده، الريسبونس بتاع الريكوست اللي هو الجيت ده. تمام، اللي هو فيه بقى الحاجات الكتير. فانا بقول له هات لي منها كوكيز، ومن الكوكيز ده هات لي المتغير اللي اسمه كذا، جيت المتغير اللي اسمه كذا، وجيت المتغير اللي اسمه كذا، وجيت المتغير اللي اسمه كذا. وطبعا ايه كل متغير عاملين له برنت عشان نشوف المتغيرات ديت فعلا طلعت معانا صح ولا لا. انا بحب امشي كده، بحب اطبع الحاجه عشان اتاكد ان انا تمام، يعني قدرت امسك المتغير ده ولا لا. زي ما انت شايف كده اول برنت ديت اللي هي البرنت الاولانيه اللي هي الكوكيز كلها. تاني برنت اللي هو ده اللي هو الجزء ده. تمام، اللي هو بتاع ايه؟ بتاع السيشن اي دي. لو خدت بالك هو الجزء ده، هو الجزء ده اهو، ده هو ده. تمام، وده كده اللي هو السيشن اي دي. وبعد كده الجزء ده اللي هو الجزء ده، واللي بعديها اللي هو الجزء ده. اعتقد ان الاثنين اصلا الاخرى دول شبه بعض يعني اعتقد، بس خلينا زي ما هم كده اكيد هنحتاجهم. طيب بما انك عملت برنت وطلعت الدنيا صح، انا بحب اشيل بقى البرنتات خلاص عشان ما تلخفنش معايا اهو. تمام، شيل لي بقى البرنت ده خالص. كده يا باشا انت قدرت تجيب الكوكيز بتاع كل الحاجات ديت. في كوكيز تانية ممكن مش موجوده هنا. في كوكيز تانية ممكن مش موجوده هنا. ازاي؟ خلينا نشوف بقى مع بعضين. نخش بقى يا باشا كده على موقع ماي اورنج عادي، هنجرب نسحب اهو. اول حاجه بعملها بعمل انسبكت، وطبعا شرحت ازاي تسحب من الموبايل. طبعا لو في هنا ريكوستات بروح مسحها كده عشان يبقى الدنيا فاضيه معايا، وابتدي ادوس على علامه اللوجن واشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انت شايف كده بمجرد ما فتح معايا الواجهه ديت انا ممكن اوقف، مش محتاج اكمل اللي انا اسحب باقي الريكوستات خلاص. واطلع فوق كده ابتدي اشوف الريكوست بتاعي اللي هو انهي. الريكوست بتاعي اللي هو انهي. تمام. خلينا نشوف كده. طبعا انا هنا في الهيدر وفي البايلوت، فانا فاتح البايلوت عشان اقدر اشوف الرقم بتاعي والباسورد، اشوف انهي ريكوست اللي فيه. تمام، زي ما انت شايف كده هو ده الريكوست. عرفت منين؟ انزل تحت كده اهو. ده كده اللي فيه رقم الموبايل بتاعي. طبعا انا ممكن اخفيه في الفيديو عشان الباسورد. تمام، وهاجي كده
اروح جاي عامل كوبي وكوبي سي يو ار ال، وهنفتح الموقع اللي انا قلت لكم عليه قبل كده برضو اللي هو سي يو ار ال كونفرتر. تمام. وهبتدي اخد ده كوبي كده اهو، كوبي، وهبتدي اروح على السكريبت بتاعي واحط بيست. تمام. تمام. اول حاجه بس هشيل الباسورد من هنا عشان ما يبانش، وهنا الرقم هشيله برضو عشان ما يبانش. خليني اخش اغير الباسورد بتاع ماي اورنج عشان برضو الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لنا، لازم احط الباسورد. رجعت لكم تاني بعد ما غيرت باسورد الرقم. خليني احطه، ده الباسورد الجديد اللي انا عملته، اي باسورد كده هنجرب بيه. خلينا كده نبص على الريكوست ده ونشوف هو بيقول ايه. اول حاجه هعدل شويه حاجات بسيطه كده، خلينا نعدلها مع بعض. الامبورت طبعا احنا عاملينها فوق فمش محتاج ان انا احطها تاني. ده طبعا عشان تظبط الكود بتاعك. الكوكيز ديت انا هقفلها دلوقتي، لان الكوكيز ديت الشغل كله هيبقى فيها. تمام. السطر اللي هو ده كده اللي هو بيبقى عليه اول شباك ده كده، بيقول لك ان هو ده سطر كومنت، يعني بيقول لك ان انت ممكن تخلي كوكيز لبره، ممكن تخليها هنا. يعني لو شلت سطر الشباك ديت هيشتغل عادي كوكيز هنا، تبقى الكوكيز هنا معاك في الهيدرز بدل ما تكون لوحديها بره، يعني يا اما ديت يا اما ديت. فانا بالنسبه لي مش محتاجها فبشيلها، بحب اظبط الكود بتاعي. هبتدي امسك الهيدر عندك الاكسبت والاكسبت لانجوج والكلام ده كله، دي حاجات اساسيه في الريكوست. تمام. والاثنين دولت اساسيين وما فيهمش اي متغيرات او اي حاجه قابله ان هي تتغير. يعني بص هي كلها لينك، اللينك ما فيهوش اي مثلا ايه حاجه ان هي تتغير. تمام. لحد هنا كده تمام، لحد هنا كده الدنيا تمام. الهيدرز ما فيهاش اي تعديلات. خلينا اقفل. بالنسبه لي بقى اهم جزء هو الداتا. تمام. الداتا ديت فيها بص حاجات غريبه، انا يعني ريكوست ماي اورنج ده غريب شويه، فيها حاجات غريبه جدا. خلينا مع بعض نشوف هنمشي ازاي فيها. طبعا انت كل الداتا ديت هي بقى الحقن اللي انت ممكن تعدل فيه كله. فخلينا مثلا ايه، في حاجات هنا انا ممكن ما اكونش عارف هي بتاعي، بس انت ممكن تعدل وتغير وتجرب بقى براحتك. تمام. في عندنا هنا ريكوست اسمه ايه، في هنا متغير قصدي اسمه ريكوست ديجست. ريكوست ديجست ده ممكن يكون متغير. طب احنا فوق في الحاجات ديت في حاجه اسمها ريكوست ديجست مفيش، فممكن نجرب بيه كده وممكن نشوفه هل هو متغير ولا لا، ونقدر نجيبه منين. هقول لك طبعا ازاي هتجيبه منين. طيب الفيو ستيت ده برضو هتجيبه منين، هقول لك برضو هنجيبه منين. تمام. زي ما انت شايف كده الفيو ستيت ده كبير جدا، فخلينا نشوف الحاجات ديت هنوصل لها ازاي لو هي متغيره. طيب خلينا نكمل تعديل. عندك الريكوست هنا هتحط ايه الار، ليه؟ لان احنا هنشتغل على السيشن زي ما اتفقنا، مكان كلمه ريكوست حطيت كلمه الار، حرف الار بس. تمام. هنا ما عندكش اي تعديل، وهنا بيقول لك ان هو مستخدم الكوكيز اللي فوق ومستخدم الهيدرز اللي فوق والداتا اللي فوق. طبعا محتاج انت تعمل برنت بقى للريسبونس عشان نشوف الريسبونس هيقول لك ايه. ممكن تعمل ريسبونس برنت للريسبونس اهوت وتبتدي تشوف. طبعا هنا انت ممكن تطلع بقى الرقم الموبايل اهوت. تمام. تطلعه بره تحطه في متغير، لو انت عايز بقى متغير بره بقى يبقى هنا مثلا هو والباسورد، عشان لو هتعمل لاكتر من اكونت يعني. خلينا مع بعض كده نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل معانا على الوضع ده. قبل ما نجرب تعالى، طب احنا ما استخدمناش الثلاث حاجات اللي فوق ديت، هل ليهم استخدام؟ تعالى كده نفتح الكوكيز نشوف كده الكوكيز بتقول ايه. معظم الحاجات ديت هتلاقي ان هي ملهاش لازمه، يعني اصلا معظم الحاجات ديت ملهاش لازمه او مش شرط ان هي تتغير. تمام. في حاجات معينه ممكن هي اللي محتاجه ان انت تغيرها. مثلا عندك الاي اس بي دوت نت اهو، قال لك ده اول حاجه اهو، ده اللي احنا جايبينه فوق اهو زي ما انت شايف كده. تمام. طب ده هنعمل فيه ايه؟ نروح جايين كده حاطين اي اس بي المتغير بتاعنا اللي هو ده زي ما انت شايف كده، اتعلم عليه. ادي كده اول حاجه اتغيرت. لو واخد بالك بص المتغير التاني اللي هو ده، اللي هو التاني ده برضه نفس الحوار اهو، نروح شايلينه ونروح حاطين تي اس 54. ماشي. المتغير التالت اللي هو ده اهو. تمام. نفس الحوار نشيل ونحط تي اس اللي هو 6 اي. هل الحاجات التانية ديت ليها لازمة؟ الله أعلم، أنا زيكم لسه بجرب الفيديو أول مرة. في هنا كمان بي 6 ديت تقريبا دي احنا لسه ما جبناهاش. تمام. هعلمك ازاي تجيب كل الحاجات ديت. وفي هنا كمان اتش جيسون. خلينا نجرب على هذا الوضع ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. تعال نجرب كده ونشوف. بسم الله.
طبعا انا هنا مش عامل غير برنت واحده عشان ما تلخفنش، لان انت لو عامل برنت فوق وبرنت تحت هيظهر لك كله على بعضه، فانت ممكن تتلخفن. تمام، زي ما انت شايف كده جاب لي رد. الرد ده انا مش عارف منه هل انا ماشي صح ولا انا ماشي غلط ولا ايه الكلام. اروح جاي زي الشاطر كده، زي ما اتفقنا، اخد كل ده كوبي. تمام اهو، كل ده كوبي، واروح جاي في نفس البيج، زي ما عملنا بالظبط اهو. اهو سميها HTML. طبعا انت لو الكود صغير، يعني الريسبونس اللي طالع لك ده صغير وتقدر تفهمه، او تقدر في كلمه توضح لك هو الرد ايه، خلاص انت مش محتاج ان انت تعمل الجزئيه ديت. انا محتاج ان انا اعمل ديت عشان افتح اشوف الريسبونس عباره عن ايه. هنا الريسبونس ما فتحش معايا اي حاجه، وده معناه ان يا اما الصفحه فاضيه يا اما في ريكوستات مش كامله، او مثلا في جافا سكريبت محتاج ان هي تلود. وطبعا انت هنا مش حاطط الجافا سكريبت، انت حاطط ال HTML بس في هنا على اليمين زي ما انت شايف كده في حاجه اسمها اورانج شات، وزي ما انت شايف في شويه حاجه في اكشن يعني معاك، واضح ان انت فاتح موقع اورانج يعني، وحاجه بتثبت لك ان انت ماشي صح. تمام، فطبعا هنا كان بلا هدف الجزء اللي انا عملته ده، فخلينا نمسحه. خلينا نرجع تاني للريكوست، وممكن نفهم من الريسبونس اي حاجه. الموضوع صعب اعتقد، صعب ان انت تفهم. فاعتقد ان ايه، ان في حاجه هنا صعبه شويه، او حاجه محتاج ان انت لسه تجيبها. طب انا هجيب الحاجات دي منين؟ بص بقى يا معلم، الريكوست الاولاني ده، الريكوست ده مهم جدا، احنا طلعنا منه الكوكيز كلها. تمام، طب في حاجات ممكن الشركه بتكون حطاها مش في الكوكيز، حطاها في السورس كود بتاع الاتش تي ام ال نفسه. طب انا اجيبها ازاي؟ سهله يا معلم. بص يا صاحبي، اول حاجه هتعمل برنت تاني للريست ده، للمحتوى بتاع الريسبونس ده. تمام، اللي هو تكست عادي اهو. وممكن هنا اعمل اكزit بس عشان ايه؟ عشان اخلي الكود ما يكملش، يعني كل اللي جاي ده ملوش لازمه، اخلي الكود ما يكملش، يعني انا اكني لسه مش كاتب غير الجزء ده. تمام، فانا هعمل برنت للجزء ده. حلو، وخلينا نشوف كده اللي هيحصل. زي ما متفقين طبعا ظهر معانا الجزء اللي هو الريسبونس الاولاني، وشفناه طبعا قبل كده، وشفناه لما عملنا له ملف HTML برضه. طيب انا بقى بعد ما عملت الجزء ده هبتدي الغي بقى كده هنا خالص، وابتدي اشوف الحاجات اللي ناقصاني. يعني انا مثلا هنا ناقصني ايه؟ ناقصني حاجه زي ديت. حاجه زي ديت ممكن تكون مهمه، فباجي هنا كده في الجزء ده احط مثلا ده في فايل، وابتدي اسرش فيه. ابتدي اسرش مثلا عن جيسون سيشن. تمام، اسرش عن اي حاجه، هل موجوده؟ تمام، مش موجوده خلاص. فانا سرشت عن كلمه سيشن مثلا، قال لك هنا مثلا عندك سيشن اكسباير، لا سيشن اكسباير كل ده ملوش لازمه، يبقى انت الجزء ده انت ممكن ما تحتاجوش. تمام، وهنا برضو نفس الحوار، خلينا مثلا نسرش عن ده كده، نفس الحوار برضو، خلينا نسرش عن ديت، ممكن تكون مكتوبه باسم تاني، فادينا بنجرب. سرش مثلا باسم باندل بس. كارت الكبير، هنا جاب لي كارت الكبير، مش دي اللي احنا محتاجينها، مفيش غيرها طبعا، مفيش اي متغيرات. عندك مثلا السي تي او باندل، احنا دي سرشنا عنها. اعتقد ان انت في الكوكيز كده خلاص، انت مش محتاج تجيب اي حاجه تانية، بس انت مثلا ممكن تلاقي هنا حاجه زي مثلا، خليني اوريك اي حاجه مثلا. حاجه زي ديت مثلا، انت محتاج تقول له انا عايز مثلا التايتل بتاع الجزء ده، اللي هو عايز اجيب الجزء ده متغير مثلا، اعتبره مثلا متغير، يعني مثلا اعتبر ده كده حاجه زي دي كده، متغير زي ده كده. فانت عشان تجيبه اما تستخدم مكتبه اسمها BS4 اللي هي بيوتيفول سوب، واما هتستخدم حاجه اسمها ريجكس. خلينا مع بعض كده نشوف هنحتاجهم ولا مش هنحتاجهم. تمام، ادي الكوكيز كده زي ما انت شايف، انا مش محتاج ان انا اعدل فيها حاجه تانية. طب هنا انا محتاج اعدل فيها حاجه، محتاج في حاجات محتاج اتعدل فيها. يعني مثلا عندك حاجه زي كده، ديت المفروض اجيبها منين؟ زي ما انت شايف كده، دي انا بحثت عنها، لقيت في حاجه ظهرت لي.
ايه اللي ظهر معايا؟ في تلات هنا، 3 حاجات بنفس الاسم ده. خلينا نشيل مثلا اندرسكول اللي في الاول ديت، تمام، وابتدي اسرش. اول حاجه ظهر لي ديت اللي هي رقم 1 اهي، ظهر لي بيقول لي ان انت هنا عندك انبوت بياخد منك الاي دي ده، تمام، اللي هي الاي دي اللي هو الجزء ده. طب الجزء ده فيه فاليو؟ الفاليو هنا مش موجوده، فننزل على رقم 2. رقم 2 اللي هي ديت. طب رقم 3 اللي هي ديت. وديت بقى هي عباره عن جافا سكريبت زي ما انت شايف كده. ده كده جافا سكريبت. طب القيمه بتاعته كام؟ القيمه بتاعته زي ما انت شايف اهي، تمام. فانا بالنسبه لي هنا هستخدم حاجه اسمها ريجكت زي ما انت شايف. بص كده، خلينا نوصل للاخر اهي. بص، ده اخرها وهنا ده اخرها، ماشي. فانا عايز اوصل للجزء ده من الكود، يعني انا عايز اوصل للجزء ده. انا مش هستخدم المره دي بيس 4، لان انت بيس 4 انت محتاج اللي انا اشرح لها فيديو اصلا لوحديها. فهستخدم حاجه اسمها ريجكس، اسهل بالنسبه لي، تمام. هستخدمها ازاي؟ هقول لك دلوقتي. هو مجرد سطر انا بستخدمه على طول في كل حاجتي يعتبر. هوريك. السطر ده بيسهل عليا حاجات كتير. اوريك السطر ده اهوت زي ما انت شايف. ده السطر اللي انا بشتغل بيه، ده اللي بقدر اوصل بيه في اي جزئيه في الكود، تمام. خلينا نجرب كده. السطر ده عباره عن ايه؟ هفهمك الدنيا. السطر ده عباره عن مكتبه اسمها ريجكس، تمام، اختصارها ار اي. المكتبه ديت موجوده اصلا في البايثون، مش محتاج ان انت تسطبها، يعني هي موجوده دايركت جوه البايثون. تمام. الاذان معلش، اخلص الاذان وارجع لكم تاني. خلينا نكمل يا شباب. زي ما انت شايف كده، دي زي ما اتفقنا، دي مكتبه موجوده في البايثون اصلا داخليه، يعني مش محتاج ان انت تسطبها. المكتبه ديت جواها اكتر من فانكشن، فانا الفانكشن هنا اللي انا محتاجها اللي هي فايند اول، اوجد لي كل كذا. الكذا ديت اللي هو ايه؟ ده باترن اللي هو الريجكس اللي احنا شغالين بيه، تمام. الريجكس هنا انا بقول له عايز الكلام اللي ما بين، يعني ده كده اللي ما بين ايه؟ اللي ما بين ايه وايه، تمام. دي كده بالمعنى الحرفي يعني. فانا هنا بقول له عايز الكلام اللي ما بين مثلا الجزء ده وما بين الجزء ده. فانا لازم قبل ما اعمل الحوار ده لازم اتاكد ان الجزء ده مش موجود غير مره واحده. يعني مثلا بص، لو خدت ده كده سريشت كده اهو، اتاكد ان هو مش موجود غير مره واحده، لان انت لو حطيت قلت له ما بين ده وده وفي اكتر من حاجه، اكتر من فاليو، ممكن تحصل معاك لخفانه، تمام. فانت تتاكد ان هو ايه؟ ان هو ما فيش غير حاجه واحده بنفس الاسم ده. فخلينا نيجي هنا كده من بعد اللي يساوي ولحد قبل القوس، وتروح حاطط الجزء اللي على اليمين. هنا حصل معاه مشكله. ليه المشكله؟ لان انت هنا مستخدم سنجل كوتيشن، وهنا في سنجل كوتيشن في قلب البتاع. ففي حلين، اما الحل الاول اما تعمل هنا سكيب زي ما انت شايف كده، واما تشتغل بالدبل كوتيشن، تمام. دي لو حصل معاك ايرور يعني تشتغل بالدبل كوتيشن. انا في الحاله دي هتشتغل بالدبل كوتيشن عادي اهو، تمام، بدل السنجل كوتيشن. تمام. وبعد كده هقول له القيمه لحد ايه؟ لحد مثلا العلامه ديت كده. برضو نفس الحوار من هنا بعد اللي يساوي اهي لحد قبل ايه؟ قوس. كده انا قلت له يا باشا هات لي الجزء اللي هو ده اللي ما بين الحته ديت والحته ديت، اللي هو الجزء اللي انا عايزه من الاخر، اللي هو الجزء ده، تمام، اللي هو الجزء ده. طبعا هنا هيجيبه منين؟ المفروض هيجيبه من الريكوست اللي فوق. فاجي اقول له كده من الريكوست اللي هو الجيت، تمام. طب انا عايز اجرب. قبل ما اجرب خلينا ايه؟ نشوف مثلا في حاجه تانية هنحتاجها مع بعضينا بقى. يعني احنا كده جبنا ده، تمام، وعايزين نجيب تاني. عندك مثلا ده برضو متغير اهوت لازم نجيبه. تعال نسرش كده ونشوف هيظهر معانا حاجه ولا لا. ظهر معانا 6 قيم. 6 قيم. خلينا نبص على ال6 قيم كده. ادي 1 2 ادي 3 و4، تمام. لو واخد بالك هتلاقي ان هنا ده فيو ستيت جنريتور اللي هو التاني اللي بعديه ده، فده برضو هنحتاجه، تمام. بس غالبا اصلا يعني لو انت واخد بالك هتلاقي ان ده اهو زي ما هو. بص، يعني مش تقريبا ما بيتغيرش، تقريبا دي حاجه ثابته. فخلينا نجرب كده بيها ومن غيرها يعني، ماشي، هنشوف اللي هيحصل. خلينا نكمل. ادي كده ال6 خلصوا اهو. طيب يبقى احنا محتاجين ايه؟ القيمه اللي فوق ديت. القيمه اللي فوق هنجيبها ازاي؟ بنفس الكود ده كده، تمام. طبعا انا نسيت اسمي الجزء ده، تمام، اسميه ديت عشان نبقى عارفين ده بتاعي وده بتاعي، ماشي. وهكرر الكود ده، نفس الكود ده برضو، نفس الكود تاني عشان اجيب منه الفيو ستيت.
زي ما انتوا شايفين كده الفيو ستيت هجيب اللي قبل واللي بعد، فهتاكد برضو ان اللي قبل ديت مفيش منها غير حاجه واحده بس اهي، واروح جاي حاططها هنا. في الحاله ديت هستخدم السنجل كوتيشن. ليه هستخدم السنجل كوتيشن؟ لان هنا شغال هو بالدبل كوتيشن، فعشان ما يحصلش معانا خفنه يبقى كل حاجه ايه لوحديها مميزه اهو زي ما انت شايف. وهاجي في الاخر كده يا باشا اقول له هات لي الجزئيه ديت اهي، ما بعد اللي يساوي برضو. طب انا عايز اشوف انا ماشي صح ولا لا، هنتاكد وهنعمل برنت وهنظبط الدنيا. بس قبل ما نعمل برنت خلينا ايه ناخد القيمه ديت نسميها هنا عشان نبقى عارفين ان ده الفيو ستيت. تمام. تمام، يبقى انا كده عملت ديت وعملت ديت. ايه تاني متغير عندي؟ اعتقد دي متغير برضو بس انا مش هنجيبها دلوقتي، خليها لو احتاجناها نبقى نجيبها. هنجرب دلوقتي على كده. اعتقد ان كده تمام. قبل ما اجرب انا محتاج اشوف الاثنين دولت فعلا هيجيبوا لي الحاجه اللي انا عايزهم ولا لا، فهعمل اكزit بعديهم عشان ايه مش عايز باقي الكود يشتغل، انا عايز لحد هنا كده وابتدي اشوفهم. يعني انا اشوف الريكوست مثلا ده تمام، وهشوف الفيو ستيت. تمام، خلينا نجرب كده ونشوف هيظهروا معانا ولا هيحصل مشكله. زي ما انت شايف كده ظهر معايا اول واحد اللي هو ده اهو. طبعا ظهر بعد ايه؟ بعد البرنت بتاع بعد ال HTML، لان انا عامل برنت فوق هنا. فبعد ما دي خلصت طبعا ايه الجزء ده وطبع الجزء ده، فكده طالما الطبع معايا تمام يبقى انت كده ماشي صح. شيل يا باشا البرنتات عشان ما تلخفنيش. ممكن اشيل البرنت ده كمان. تمام، وانزل تحت كده هبتدي احط بقى المتغيرات بتاعتي. اول متغير اهو تمام اللي هو الريكوست ده، شيله يا باشا، شيل وحط ايه المتغير بتاعنا اللي هو الريكوست ده. نفس الحوار هنا، شيل يا باشا وحط الفيو ستيت بتاعتنا. وزي ما انت شايف كده يعتبر احنا ها ناقصنا بقى ايه حاجه بسيطه. خلينا نشوف هتنفع من غيرها ولا مش تنفع. تعالى نجرب نرن كده ونشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله. هوبا، طبعا انا عامل برنتل في الاخر ماشي. هوبا رن، هنشوف ايه اللي هيحصل. خلينا نشوف كده في اي حاجه من الحاجات ديت. زي ما انت شايف كده برضو نفس الريسبونس. طب هل الريسبونس ده كده هل سجل دخول ولا لا؟ خلينا ايه تعالى نعرف سجل دخول ولا لا. هنعرف ازاي؟ هنرجع تاني الموقع ماي اورنج. تمام، وهنبتدي ننفذ اي ريكوست ونشوف هيحصل معانا ايه. يعني مثلا ممكن ننفذ الريكوست ده تاني ونشوف هل هيحصل معانا ان هو سجل دخول ولا ما سجلش. ليه؟ لان انت ممكن اصلا يعني ده كده ريكوست تسجيل الدخول ده ما يكونش بيديك ريسبونس مفيد عادي. فخلينا نجرب كده نفس الريكوست يعتبر اللي هو فوق. خلينا نفس دي كده اهي، اخدها هنا واسمي دي مثلا 2 واخد اللينك ده اعمله هنا كده. تمام، واطبع برنت للريسبونس جيت. هنشوف دلوقتي طبعا انا هنا محتاج برضو اطبع الكوكيز كده، اشوف الكوكيز في الريكوست اللي هو بتاع تسجيل الدخول ده، اشوف الكوكيز بتاعتها متغيره ولا الكوكيز بتاعتها. انا مجرد بكتشف، يعني انا حاليا بكتشف ايه المشكله اللي عندي. فخلينا نرن كده ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. انا هنا نسيت اطبع الدوت تكست. تمام، زي ما انت شايف كده هنا الكوكيز بتاع ديت ما طلعليش اي كوكيز. هنا عايز اعرف هو هل فعلا فتح ولا لا بالاكونت بتاعي. فخلينا نشوف اي حاجه تدل ان الاكونت بتاعي مثلا مفتوح ولا ايه. طبعا هنا الكلام كتير، فزي ما اتفقنا عشان نفهم الدنيا كل اللي هنحتاجه هناخد الريسبونس كوبي
تمام. وهنيجي هنا نفتح الملف ده نعدله اوبن ويز مثلا، تقريبا عندي نوت دوت بلس، ماشي نعدله بأي حاجة اهو. تمام. بعد ما عدلته هنفتحه ونشوف ظهر معانا ايه. طبعا هو بيحمل كتير لان في سكريبتات زي ما اتفقنا، فخلينا نشوف هل هيظهر معانا نفس الصفحة ديت ولا هيظهر معانا تسجيل دخول من جديد. شوف حمل ولا لسه. ادينا مستنيين يحمل. زي ما انت شايف كده فتح معايا هنا وجاب لي زي ما انت شايف كده. لو تفتكر ان الموقع ده لو فتحته من اول مره كان بيجيب لك تسجيل دخول هنا، انما هنا جاب لي ماي اكونت، فده معناه ان هو كده سجل دخول عادي وفاتح بالاكونت بتاعي. طب انا عايز اعرف مثلا فعلا جاب الاكونت بتاعي ولا ما جابش. خلينا نشوف الكلام ده. خلينا مثلا نخش على ماي اكونت ونسحب الريكوست بتاعه، جو تو ماي اكونت، ونشوف رقم الموبايل بقى هيظهر والباقه اللي انا عليها ولا لا، والرصيد بتاعنا والكلام ده كله. ادينا نحط اللينك هنا اهو. تمام. ونعمل رن. انا الكوكيز دي تقريبا مش محتاجها، خلاص عرفت ان الكوكيز اللي بتجيلي فاضيه. ماشي. فخلينا برضه ناخد الريكوست ده كده اهو اهو. تمام. وخليني احطه هنا ونشوف هيظهر معايا ايه. كده انا سحبت اللي هو حطيت الريكوست ده بتاع اللي هو ماي اكونت عشان اشوف هيظهر لي الاكونت والبيانات بتاعتي ولا لا. خلينا نبص كده بص على الريكوست من هنا اول ما يفتح. زي ما انت شايف كده. خلينا نشوف نلقط اي كلمه كده تدل ان هو فتح. مثلا ممكن اسرش عن كلمه فري ماكس مثلا. زي ما انت شايف كده هنا جاب لي الخطه بتاع فري ماكس. لا كمل، انا عايز الباقه بتاعتي. خلينا نشوف الريكوست حمل ولا لا ولا ما حملش. زي ما انت شايف كده هنا ظهر الاكونت بتاعي، وطبعا ماي موبايل وماي بلين وماي انترنت، كل ديت الحاجات المفروض تظهر. بس واضح ان ديت اصلا ليها ريكوستات تانية، يعني دي كده بغض النظر عن الريكوست نفسه. الريكوست اللي هو بتاع اللي هو الاساسي ده اللي هو بيظهر لك الماي اكونت، بس هو كده ظهر لك. بص لو خدت بالك ماي لاين اللي هي الجزء ده. تمام. ماي لاين اللي هو الجزء ده وظهر معانا الرقم اهو. وماي موبايل اللي هو الجزء ده. تمام. طبعا الجزء ده يعني مش ده كده لوحديه محتاج ريكوست لوحديه. الجزئيه ديت والجزئيه ديت محتاجه ريكوست لوحديها. لو خدت بالك هتلاقي ماي بلين اهي. ماي بلين. هتلاقي مثلا اهم حاجه ان الرقم بتاعك ظهر. طالما الرقم بتاعك ظهر كده انت تمام وماشي تمام والكوكيز بتاعتك تمام وكل حاجه تمام. طب انا بقى عايز مثلا اجيب الرصيد بتاعي. فالريكوست ده اسحبه ازاي؟ بص يا صاحبي، الحته بقى ديت تركايه برده جامده. تمام. خلينا نقفل كل ده بقى وهاجي اسحب عادي جدا واروح جاي عامل ريفريش للصفحه ديت. تمام. وزي ما انت شايف كده همسح كل ده عشان لسه هنا ايه الرصيد ما ظهرش اهو. كده الرصيد ظهر. الجزء بتاع الرصيد ده بقى انا عايز ابحث عنه او اشوف هو فين، فهاخد الرقم ده كده مثلا اهو، الاسم ده كده، واروح جاي باحث هنا كده. تقريبا انا مسحت الريكوست اللي هو اللي هو بينفذ الرصيد. خلينا نمسح تاني ونطبق تاني. زي ما انت شايف كده انا خدت بالي من هنا ان انت بص ماي موبايل ماي بلين اللي انا قلت لكم عليها. ماي موبايل ماي بلين قلت لكم كل واحده لوحديها ريكوست. ماي انترنت ماي سيرفايزز ماي كريدت. فين ماي كريدت؟
عايزين ماي كريدت، خلينا مثلا نسرش. طبعا لو انت تهت بتسرش عادي اهو. جاب لي هنا الجزئيه اللي هي فيها الرصيد بتاعي، الجزئيه اللي فيها الرصيد بتاعي. فاني ريكوست بقى اللي هو اسمه ماي بيل اور بالانس. تمام. طب ايه رايك تعالى ننفذ الريكوست ده ونشوف كده هنعرف ننفذه ولا نعمل فيه ايه. تعالى يا باشا اهو، كوبي سي يو ار ال. تمام. واروح جاي هنا كده على الموقع ده واحطه زي ما انت شايف كده. لو خدت بالك هتلاقي ان الكوكيز، بص كده، الكوكيز هي او غالبا هي فيها حاجات بس قليله قوي اللي مختلفه. تمام. تمام. فخلينا نجرب بقى ايه، ناخد اللي بعد الكوكيز، مش محتاجين الكوكيز دلوقتي. نجرب الريكوست اللي بعد الكوكيز اهو. بعد ما عملت تسجيل دخول هنا اروح جاي كده حاطط ده. طبعا لازم تحط هنا ار، لو ما حطيتش ار مش هيمشي لك بنفس الكوكيز. تمام. خلينا نقول برنت، خلينا نغير التسميه ديت مثلا رسم او مثلا خليها ماي بالانس مثلا كده. انا هجيب الرصيد بتاع الاكونت بتاعي. تمام. زي ما اتفقنا هنشيل الكوكيز ديت، مش محتاجينها لان احنا كده كده مستخدمينها فوق. والهيدرز ممكن تقفلها خلاص، انت مش محتاجها. الداتا هنا ديت اللي هيكون فيها تعديل. هنا طبعا هتحط رقم الموبايل اللي هو بتاعك. الدي ال اي دي المفروض برضو هتتجاب هي والكي، المفروض هيتجابوا ازاي؟ هتنفذ ريكوست اهو. مثلا لو جيت مثلا سرشت عن كلمه دي ال ديت اهي، نبحث عنها هتلاقيها موجوده في كذا حته. الحته اللي اكتر حته موجوده فيها اللي هي الجزء اللي هي ماي اكونت، هتلاقيها في الريسبونس. يعني هتضطر تعمل ريكوست تاني للي هو ده. تمام. جيت عادي لللينك ده. تمام. اللينك ده هيجيب لك منه ايه، هتجيب منه ايه. بص كده لو بحثنا في الريسبونس ده، الريسبونس اللي بيظهر لنا بعد ما بننفذ الريكوست. هنا زي ما انت شايف كده ظهر 19 واحد. خلينا نشوف ال 19 كده بيقولوا ايه. اول واحد ده ما فيهوش اي حاجه، تاني واحده ديت ما فيهوش اي حاجه برده، تالت واحده ديت ما فيهاش حاجه، واللي بعديها ما فيهاش حاجه، وهكذا تفضل تمشي 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 لحد ما توصل للجزء اللي انت محتاجه. ماشي. لحد دلوقتي كده ما فيش حد هنا برده، ما فيش. استنى كده، انا تقريبا ممكن تطلع فوق تنزل تحت. ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش. طبعا انت بتنزل بتدور في كله. تمام. زي ما انت شايف هنا خلصنا كده ومفيش الجزء اللي احنا محتاجينه. طب ندور تاني هنا كده نشوف هل الجزء اللي احنا محتاجينه موجود في حته هنا ولا لا. مثلا نشوف ديت. هو في جزء موجود فيها بس ما ظهر معايا. خلينا طيب نشوف كده الريكوست التاني ده، نبحث فيه برضو اهو. زي ما انت شايف هنا كده ظهر معايا الجزء ده فيه اللي هو رقم موبايل، وفي الديل اللي هو ده اهو، وفي الكي اللي هو ده. يبقى انت كده هتيجي تنفذ الريكوست ده اللي هو ده اهو. تمام. اللي هو ماي بروفايل. خلينا مثلا نسرش عن الرقم التاني ده برضو كده. لو انت مثلا مش عارف توصل للجزء ده في الريكوست اللي فوق، ممكن تسرش بالرقم ده او بالكي اهو. بص كده، ركز معاه ركز معاه. بص الجزئيه ديت حلوه جدا. انت محتاج ايه؟ انت محتاج الديل اللي هو رقم الموبايل، او رقم موبايل كده انت مش محتاجه، انت كده كده بتبقى عامله متغير في الريكوست. فخلينا مثلا ايه، نفتح مثلا ده كده وخلينا نكتب معانا الحاجات اللي احنا محتاجينها. اول حاجه احنا محتاجينها اللي هو ايه، اللي هو رقم موبايل. تمام اهو. عملت ما بينه شرط. وبعد كده محتاجين اللي هو ده اهو. تمام. اعمل ما بينهم شرط. وبعد كده محتاجين اللي هو ده اهو. اعمل ما بينهم شرط. فانا عايز اعرف انهي ريكوست انفذه اقدر اوصل منه للثلاثه دول او اي حاجه من الحاجات ديت. فانا مثلا ممكن اسرش بديت
او اسرش بديت او اسرش بديت. لو سرشت بده ممكن يظهر معاك حاجات كتير. لو سرشت بده زي ما انت شايف كده، انا سرشت بيه اهو، ظهر معايا حاجتين بس او حاجه واحده بس. ده كده حاجه احنا محتاجينها. انما الماي بروفايل ده اللي انا بنفذه اصلا، يعني الريكوست اللي انا بنفذه اللي هو طالب مني حاجه معينه، اللي هو ده اللي هو طالب مني الثلاث حاجات دول. فانا هنا هاجي الريكوست الاول. لو خدت بالك الريكوست اسمه جيت ديال داتا، يعني هتحصل على الداتا بتاعه الرقم بتاعك. يعني مجرد ما تنفذ الريكوست ده بيحتاج منك رقم موبايل بس، ويديك داتا زي ما انت شايف كده اهي. ايه الداتا ديت؟ بص كده، لو خدت بالك اول حاجه اللي هو رقم الموبايل. خلينا كده نراجع كده ديت بداية. لو خدت بالك الاول حاجه اللي هي رقم موبايل اللي هو ده اديهولك. طيب اسمه ايه الرقم التاني اللي هو ده اللي انت محتاجه برضه اهو، اللي انت محتاجه هو اهو. تمام. الرقم التالت اللي هو 800 واخره 5 سي اهو، بادئ ب 800 واللي هو اخره 5 سي. حلو الكلام. طب انا هسيبك لوحدك؟ لا مش هسيبك، هنفذ معاك الريكوست. اي نعم الفيديو طول، بس انا هنفذ معاك برضو الريكوست عشان اوصلك لحد الاقصى بقى في مكتبه الريكوست دي. اروح جاي يا باشا كده، انا عرفت ده الريكوست اللي انا محتاجه. اروح جاي كوبي سي يو ار ال. حلو الكلام. واروح جاي واخد الكوبي ده الريكوست ده اهو. طبعا الكوكيز زي ما اتفقنا هي مش محتاجها، ممكن اخد الحاجات الباقيه دي بس. وهبتدي اقفل ده بقى خلاص انا مش محتاجه. وهبتدي اخش على الريكوست بتاعنا. زي ما اتفقنا ان كل ده مش هينفع يتنفذ غير لما اجيب الداتا ديت الاول، الداتا اللي ناقصاها. فخلينا قبلها اروح حاطط الريكوست اللي انا لسه واخده، وعدل برده زي ما احنا متفقين كده، نظبط كودنا اهو. تمام. هنا الرقم موبايل، طبعا هتحط رقمك عادي. تمام. لو انت عامله متغير هتشيله وتحط متغير. وتيجي هنا مثلا ريس جيت مثلا داتا، اسميها جيت داتا. اروح جاي عامل برنت للريس جيت داتا. وهنا طبعا ما تنساش دي اهم نقطه، لو ما عملتش ديت هتبوظ الدنيا معاك. تمام. خلينا بقى يا باشا كده نجرب نشوف الريس داتا ديت دوت تكست، ونعمل طبعا اكزit بعديها لان انا مش عايز بقى الكود اللي بعدها يتنفذ. فخلينا نشوف. انا عايز لو في اي برنت تاني ممكن نشيلها عشان انا مش محتاج اي برنتات تانيه. اقفل بقى الحاجات ديت كده. بسم الله. زي ما انت شايف كده جاب لي الداتا اللي انا محتاجها. طب الداتا ديت عباره عن جيسون. عرفت ان جيسون بيبقى اولها قوس واخرها قوس كده. فبدل ما تكتب دوت تكست هنا بتكتب لا دوت جيسون. تمام. وبتروح جاي فاتح قوسين كده وتقول له انا عايز من الجيسون ده، يعني عايز من الجزء ده المفتاح اللي هو دي في كل الجزء ده. تمام. فانا عايز المفتاح اللي هو الدي الوقت ده، فهكتب هنا الدي. حلو الكلام. بعد كده هعمل ايه؟ هروح جاي اجرب كده واشوف هيجيب لي ايه. زي ما انت شايف كده جاب لي القيمه المفتاحيه اللي هي بتاعت دي، اللي هي الداتا كلها اللي انا محتاجها. طب انا عايز اقسمها بقى، يعني انا عايز اقسمها ازاي؟ بص يا معلم، ممكن اطلع ده احط ده في متغير اسميه مثلا دي تي مثلا داتا مثلا، اي حاجه، اي اختصار اهو. واروح جاي قايل له الدي تي ديت اعمل لها دوت سبليت. في فانكشن اسمها دوت سبليت. تمام. ممكن بس الاول نحولها، القيمه ديت محتاج احولها لسترنج عشان اقدر استخدم الفانكشنات بتاعتها. فانا ممكن اعمل ايه؟ اعمل قوسين كده واكتب هنا str، وبعدين اكتب دوت تو سترينج. هي كده انا حولتها سترينج. فعايز بقى ايه؟ عايز اقسم ديت. فالفانكشن اللي بتقسم اسمها سبليت. تمام. السبليت ديت بتقول لك انت هتقسم لي الفانكشن بايه، يعني هتقسمها عباره عن ايه. لو خدت بالك ان كل حاجه منعزله عن الثانيه بالاندرسكول، يعني دي اندرسكول ودي اندرسكول، وكل حاجه مثلا ده جزء واللي قبل الاندرسكول جزء، واللي بعد الاندرسكول هنا جزء، واللي بعديه هنا تاني جزء. فانا هقسمها بالاندرسكول اهو. هقول له كده قسم لي الجزء ده كله على كل قطعه، يعني كل ما تقابل ديت قسمها قطعه، كل ما تقابل ديت قسمها قطعه. خلينا نشوف كده مثلا نعمل برنت للدي تي ونشوف هيعمل لك ايه. تمام. زي ما انت شايف كده قسم لي كل حاجه في جزء معين. طب انا بعد ما قسمته ممكن بقى ايه امسكهم جزء جزء. مثلا لو انا عايز امسك النم مثلا هقول له ايكوال الدي تي اللي انا هعملها اللي هو المتغير ده، اروح قايل له رقم 0. طبعا هنا انت اول عنصر ده بيبقى 0، ثاني عنصر بيبقى 1، ثالث عنصر بيبقى 2. فانت بتبدا بالزيرو مش بتبدا من الواحد. البرمجه كده معلش.
تمام. فانا هنا عملت النمبر ده كده، انا بقول له هات لي اللي هو الرقم، وبعد كده الاسم التاني انا مش عارف ده هو اسمه ايه، فممكن اجي اخد اسم مثلا من هنا اهو، اسميه مثلا نفس الاسم كده عشان ما اتلخفنش، واروح جاي قايل له ده رقم 1 اللي هو ده، وده هيبقى رقم 2 اللي هو هيبقى الكي. تمام اهو. طبعا انت لو جيت طبعت بقى اي حاجه من الحاجات ديت، يعني مثلا جيت طبعت مثلا النم هيبقى النم لوحده، جيت طبعت مثلا الكي هيبقى الكي لوحده، جيت طبعت مثلا الدي ال اي دي برضه هيبقى لوحده. فخلينا نجرب كده ونشوف الدنيا ماشيه تمام ولا لا. زي ما انت شايف كده طبع لي هنا الرقم اهو لوحده والكي لوحده. بقى طبعا مش محتاج الرقم، فانا ممكن اوفر من الكود بتاعي واشيل الرقم، لان الرقم كده كده هبقى عامله متغير كبير فوق. تمام. او يوزر هيدخله. بعد كده اشيل كلمه اكزit بقى عشان نكمل باقي الكود، وهنبتدي نيجي هنا الرقم طبعا هتحط الرقم اللي انت حطيته، والدي ال اي دي هتيجي هنا تحط اللي هو الدي ال اي دي ده. تمام اهو. والكي هتيجي تحط يا باشا الكي بتاعتك اهي، ويبقى كده انت خلصت الريكوست. وتيجي هنا تعمل برنت ماي بالانس دوت تكست. خلينا نجرب بقى كده هل هيجيب لي فعلا الرصيد بتاعي ولا مش هيجيب لي الرصيد بتاعي. هنا كان في برنت للكي نسيت اشيلها، مش مهم، طبع لي ديت. بص كده ركز معايا كده اللي حصل. كرنت بالانس 24/10. هل انا رصيد 24/10؟ تعال نشوف كده. يا باشا رصيد 24/10 من 100، معلش 24 من 100. زي ما انت شايف كده هيخلص امتى؟ هيخلص من 21 سبتمبر 2024. انا مش عارف ازاي كريدت اكسباير، يعني مش فاهم ازاي، بس ماشي. زي ما انت شايف كده هيخلص يوم 21 سبتمبر 2024 اللي هو الكريدت اكسباير، اللي هو الكلام اللي ظاهر هنا عموما. يبقى انا كده قدرت اجيب رصيدي ولا ما قدرتش؟ قدرت اجيب رصيدي. انت هنا بقى كل اللي عليك يعني مثلا هتيجي هنا بقى اهم حاجه لما تيجي تغير حاجه، تغير ازاي؟ دي نقطه برضه هقول لك عليها. يعني مثلا عندي هنا اول حاجه الرقم الموبايل اهو. فين رقم الموبايل؟ عشان في حاجات انت ممكن تنساها. رقم موبايل في الداتا هنا اهو، ده اللي انا هحتاجه اهو، عايز اطلعه بره. اروح جاي كده واخده، عامل متغير هنا مثلا باسم نم ايكوال، واروح حاطط ايه رقم الموبايل بتاعي. طيب انا ممكن اتلخفن وانسى حاجه، يعني مثلا لو جيت سريشت كده هلاقي مثلا ايه ان رقم الموبايل موجود هنا، اروح شايله وحاطط مكانه النم. تمام. هنزل كده الاقي رقم موبايل موجود هنا تاني، فانا ممكن انسى اغيره هنا، يبقى غيرته فوق ونسيت اغيره هنا. فانا بسريش واشوف هل في حاجه تانية ولا لا. يعني بص زي ما انت شايف كده اهو رقم موبايل نم اهو. يبقى انا كده خليت مفيش غير واحده بس رقم الموبايل اللي هو متغير ده، واقدر احطه في الكود كله. طب ونفس الحوار ممكن تعمل كده وتسميه مثلا الباسورد دي اس اس مثلا. واجي هنا كده اروح واخد الباسورد بتاعي. تمام. بي اس اس. اعتقد الباسورد مش موجود غير في المكان ده بس، فاهو لو جيت سريشت الاقي ان هو واحد بس، مفيش غير المكان ده بس هو الموجود في الباسورد بتاعي. كده يا باشا بص ريكوست جامد جدا. بص اعتقد في كل حاجه، انت من بعد كده اي موقع تقدر تعمل له ريكوست، يعني مفيش. تمام. وزي ما انت شايف كده قدرنا نوصل للرصيد في الاخر. عايز تنفذ باقه نفس الحوار نفس كل حاجه، انت خلاص انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي، تسحب الريكوست وتنفذه يا باشا تحطه بعد ده على طول. تمام. زي ما انت شايف كده رصيدي 24 من 100. وكده يعتبر انا فهمتك كل حاجه. اعتقدش ان في حاجه تانية، انا فهمتك ازاي تقدر توصل لكل نقطه في الريكوست، وازاي تقدر مثلا تشوف انت ماشي صح ولا لا، وازاي يعني مثلا ايه حاجات كتيره قلتها لك في الفيديو ده، يعني ممكن ما اكونش انا مجمع بيها دلوقتي. طبعا هنا الرقم والباسورد مجرد ما تغيرهم هنا بس خلاص انت بتنفذ الريكوست على حد جديد، يعني تكتب رقم حد جديد اهو، وتكتب رقم هنا باسورد حد تاني خالص. تمام. وكده انت ايه نفذت يا باشا الرقم والباسورد اللي انت هتشتغل عليهم. طب انا دلوقتي لا انا مش عايز كده، انا مش عايز ابقى كده، انا عايز الريكوست لما يشتغل يطلب مني مثلا ان انا ادخل كذا. طبعا زي ما انتم عارفين انبوت، شرحت الكلام ده. مثلا انتر يور موبايل اهو. هنا نفس الحوار اهو، هيبقى انتر يور باسورد، وهتيجي ترن يا باشا زي ما انت شايف كده الرن معانا الجميل. انتر يور موبايل، تكتب رقم الموبايل بتاعك. ممكن طبعا تظبط انت بقى الشكل بقى، تعمل مثلا كده وتحط مسافة كده عشان تكتب فيهم اهو. رن من جديد كده نشوف الشكل. زي ما انت شايف كده اهوت يقول لك انتر يور موبايل، هتدخل رقم موبايلك هنا. طبعا ممكن ادخله دلوقتي اهو.
ماشي. وهدخل الباسورد انا كنت واخده كوبي اهو، وادوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. زي ما انت شايف كده جاب لي هنا الرصيد بتاعي. طب ايه اللي يحصل لو انا كنت دخلت الباسورد غلط؟ ماشي. زي ما انت شايف معلش، سوري يعني كتبت الباسورد صح. اكتب مثلا اي حاجه وادوس انتر. زي ما انت شايف كده قال لك ان اوثرايزد ريكوست، ده معناه ان انت ما حصلش اوثنتيكيشن. تمام. ففي مشكله، فكده عندك في مشكله في الرقم او الباسورد. تمام. بس كده اعتقد ان انا خلصت، واتمنى يكون عجبكم الفيديو. انا عارف ان انا طولت، قعدت كام كده تقريبا، يا لهوي 50 دقيقه، 50 دقيقه كتير، ده كورس كامل. تمام. اتمنى لو وصلت النقطه ديت ما تنساش تدعمني بالاشتراك واللايك وشير للفيديو، عشان يعني مجهود صعب جدا في الفيديو ده. وزي ما انتم عارفين انا الفيديو كنت اصلا ما كنتش عملت ريكوست فودافون اورنج ده قبل كده، فكنت بطبق معاكم يعتبر لاول مره. فاتمنى يكون عجبكم الشرح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.